الجودة بالموجود. هوضح كلامي على ناس تعبانة، على ناس عايشة باللقمة واللي هدمة مش لاقياها، وناس تانية عايشة فلوسها ترميها في البنك وتزيد وبتنسى تعمل الخير. مش بنكر كل فضل وكل عيشة أي إنسان، لكن بقول زي ما ربنا بيديك تدي كل الغلبان. فين زكاتك؟ فين زكاتك؟ فين زكاتك للناس اللي ادوك صحتهم؟ فين زكاتك للناس الغلابة؟ انت عشت وخدت خيرهم، انت عشت وخدت خيرهم. وبحكي حكاية عم محمد. عم محمد صحي من النوم الصبح وكان تعبان. عم محمد صحي من النوم الصبح وكان تعبان. عنده ولاد 3 صبيان وبنت واحدة. عم محمد قال اقعد في البيت. ايه اللي يخليني اقعد في البيت؟ واقعد ليه؟ قعدة البيت ملهاش عوزة ولا لازمة، والشقة مكتوب علينا، خلي المرض ياكل فينا. عم محمد راح الشغل الصبح. عم محمد في غمضة عين هوب وقع من طوله. عم محمد وقع من طوله من كتر تعبه. صاحب الشغل قال له اخصم له يومين واعطي له المرتب بتاعه، مش محتاجين عم محمد. قال يا ناس اخرة خدمتي فيكم ترموني من الشركة؟ ده انا خدمت عمري كله وصحتي راحت في الشركة دي، كله راح عشانكم وصحتي راحت وعمري راح. طب اروح فين؟ اروح فين يا ناس؟ اروح فين بكم اللحم اللي ورايا بياكلوا من ورايا؟ صاحب الشغل رد